أهلا وسهلا بكم من جديد. إخواني أخواتي، القضية ليست فقط قصة كما ذكرت لكم، لكن حتى يعرف الناس هذا الساحر الذي نذهب إليه علشان نعالج ولدنا أو بنتنا ويطلب منا اسم الأم أو يعطينا طلاسم أو يقول خلوا ولدكم يعتزل الماء شهر كامل أو أنه يجلس في غرفة لوحده أو يذبح حيوان بصفة كذا وكذا. هؤلاء كلهم سحرة بلا شك في هذا. والأخ الذي معنا اليوم يبي يبين لنا شنو المراحل التي يمر فيها الساحر وما هي علاقته بدين الله جل وعلا. الشيخ ذكر اليوم كانت تسمى كرامات، وكان يتصور أمام الناس بأنه رجل صالح، وكان يجلس في مسجد كما يوهمون للناس، ولكن انظروا ما الذي فعله بعد هذا. تفضل شيخ، الآن أنت حصلت على الكتب. حصلت على الكتب، فبدأت أقرأ بعض الطلاسم كما هو مشروط فيها بالعدد أو بالأرقام، حتى توصلت إلى مرحلة حضور الروحاني الكبير الذي يقولون عليه، اللي هو الشيطان. الذي هو شيطان، وإنما قالوا هو روحاني، يسمونه روحاني. روحاني عظيم، عليه من الوقار ومن يعني المنظر الذي يحب فيه حقيقة. وشفت شيخ بعينك؟ رأيت وهو واقف أمامي، نعم، يعني متلبس بتلبيسه يعني هيبة جدا، يعني أبيض وعليه الشعر الأبيض والثياب البيضاء. ثم طلب مني يعني ماذا طلبي منه، فطلبت منه تسخير بعض الخدام أو بعض الروحانيين لخدمتي، فانصرف عني. ثم رجعت إلى قراءة بعض الطلاسم الأخرى الذي هي بعد هذا كله، فوصلت لي مجموعة من الخدام الذي قد أرسلهم إلي، وبدأت تسخيرهم. قد أرسلهم إلي على أساس أنه يعني أكون في حوار معهم، يعني في ماذا سأستخدمهم، يعني لأنه في خدام علويين كما يقولون وفي خدام سفليين. الآن يسمونه يا شيخ التابع، احنا عندنا أحيانا يسمون الأجواد، يسمونهم بعض الأسماء، والروحانيين مثل ما تفضلت أنت. كل أسماء شياطين، كلها أسماء شياطين، ما فيها شيء. فرجعت أقرأ باسم صمصيائيل وطهطهائيل الذي يقولون أنهم أشقاء لعزرائيل وجبرائيل وميكائيل وغيره، يقولوا هم أشقائهم وليسوا منهم بشيء، وإنما هم شياطين. طيب عفوا شيخ، أنت الآن بدأت بقراءة طلاسم وقرأت هذه الكتب وخلاص، وبدأت بالمرحلة الحقيقية الآن. بدأت في المرحلة الحقيقية الذي هي أول الشروط، هي الخلوة. الخلوة في مكان بعيد عن أنظار الناس، بعيد عن أنظار الناس، وفي نفس الوقت يعني لا يحس الناس بما يحصل مع الساحر في هذه الخلوة. فأنا نفذت هذه الشروط التي هي الخلوة، فذهبت إلى بعض المغارات، فوصلت إلى هذا المكان، فطلب مني الاحتذاء بالقرآن الكريم. إيش يعني الاحتذاء بالقرآن الكريم؟ يعني مصحف يشق نصفين من سورة الكهف، يشق هذا المصحف نصفين، يوضع كل نصف في قدم من الأقدام، أعوذ بالله، ثم يعني يمشي عليه. المصحف الآخر يقطع أوراق ويفرش في المكان الذي فيه الخلوة، يفرش لأجل تمارس عليه الرذيلة وتوضع عليه بعض النجاسات والقذرات. من الذي طلب منك هذا؟ هذا يعني طلبوا مني يعني الروحانيين الذي يقولون عليهم وهم الشياطين، أنك تدوس على المصحف في حذائك. نعم، تدوس عليه وتوضع عليه القذرات وتبول عليه، يعني الله يكرمك، يعني ريقة الماء تريق 40 يوما. 40 يوم. طبعا تجتنب الماء، لا تغتسل إذا رقت الماء أو تأذيت أو شيء، لا تتوضأ، لا تغتسل أبدا، لا وضوء ولا استنجاء ولا غسل. 40 يوم، 40 صباح. وتدوس على المصحف. وتدوس على المصحف 40 صباح. وأنا في هذا المكان، في هذه الخلوة، بعد 40 يوم يعني خرجت من هذا المكان، الله يكرمك، الكلب يمكن له رائحة أحسن من رائحتي، من ما فيني من النجاسات وما فيني من القاذورات وما فيني من الوسخ. فهذا كانت يعني أهم يعني متطلباتهم. يعني الشروط الأخرى هو إني لا أدخل في مجالس الذكر، لا أجلس مع الناس الصالحين، لا أقرأ القرآن يعني بقراءة حقيقية يعني، وإنما سمح لي بقراءة بعض الآيات القرآنية لخداع الناس فقط أمامهم. كيف هذه؟ يعني عندما يأتي المريض إلي، طبعا أنا إذا لم أكن أقرأ القرآن أمام الناس أو أصلي أمام الناس، ما حد بيأتي إلي، بيقولون هذا كافر وما يأتون إليه، ولكن أحببهم إلي أن أنا أقرأ القرآن، تتظاهر بأنك تقرأ القرآن. إيه؟ وأنت تدوس عليه، تتظاهر أنك تصلي. نعم. وأنت غير طهارة أصلاً. وأنا قد سويت ما يخرج الإنسان من الملة بالمرة. ففي بعض الأوقات لما أمشي مع بعض الناس في الشارع، أسمع الأذان في المسجد، أخش معهم المسجد،
مضطرا لان الناس يشوفونك. ايه يقولون انت متوضا، اقول لهم الحمد لله انا ما خرجت، لو صليت ركعتين الضحى وما كنت صليتها ولا اي حاجه، اكون على جنابه، اكون على نجاسه، وادخل معهم المسجد على اساس اصلي. طيب شيخ، انت قلت تعالج الناس، هل كنت تمارس العلاج يعني؟ كنت اوهم الناس اني اعالجهم وانا اضرهم. ما في حاجه معالجه اسمها. انسان يذهب الى عند انسان زي هذا، زي ما كنت اقصد، يعني ما يطلب منه علاج. وكيف يعالج الناس وهو بحاجه الى علاج هو نفسه. طيب تقرا القران لما ياتي المريض؟ كنت اقرا القران، اقرا بعض الايات القرانيه، ثم ادخل في عمليه الشرك. مثلا اقرا في بعض الايات القرانيه، زي ما اقرا ايه الاخلاص مثلا على المريض، ثم ادخل ايش؟ يا ملب الهاتفين، يا سراج الصالحين، يا كذا، يعني بعض الاسماء اقوم بدعوتها، ثم ادعي الطهطائل والصصائل لتسخير الخدام الاخرين باعانتي على هذا العمل. طيب شيخ، الكهانه والعرافه، في ناس تاتي المعالج يقول انت شنو فيه بدون ما يقرا، بدون ما يسال اصلا، ويعرف اسمه احيانا، يحصل معك هذا؟ نعم، هذا حصل معي، لانه الشياطين الذي عندي تاخذ المعلومات من المريض، من قرين المريض، الشيطان قرينه، لانه كل انسان وله قرين من الشياطين. فتاخذ المعلومات هذه كلها من قرين المريض. مثلا انت تاتيني من الكويت الى اليمن، مجرد ما توصل عندي اهلا بفلان بفلان، او اشارك باسمك، انت تعرفني؟ اقول لك نعم انا اعرفك. كيف يعني ما اعرف اسمك وانا لي كرامه وانا لي كذا؟ انا لي خدام روحانيين. انت جيت تسال عن المرض كذا كذا، اي نعم، او تسال على الحاجه الفلانيه كذا، نعم، مثلا عندك ضايعه او عندك شيء هلك او عندك شيء، اخبرك. انا لا اعلم الغيب، ولكن انت تتوهم اني اعلم الغيب، ولكني علمتها عن طريق الشيطان. الشياطين طبعا تقوم بهذه المهمه، ولها خدمات، ولها يعني ثمن، لازم ادفع ثمن هذا. طيب شيخ، في بعض الناس الان ياتي الى المعالج اللي هو الساحر نفسه، يطلب منه يذبح مثلا شاة سوداء او ديك صفته كذا وكذا، واحيانا ياخذ دمه ويلطخه في كذا مثلا الدم، واحيانا يطلب منه بعض الطلبات الغريبه. ليش هذه الطلبات؟ اولا المساله ليست بنوع القربة التي يتقرب بها الانسان الى الشيطان، ليست بنوعيتها، وانما يعني من باب ان يوهموا انه ما ستنفعه الا الحاجه الفلانيه. العله في هذا كله هو الاشراك، ان يذبح هذا الشيء لغير الله سبحانه وتعالى، الكفر. القصه مش بعينه الذبيحه التي تذبح، القصه لمن تقدم. القصه لمن تقدم هذه الذبيحه، هل هي لله؟ لا. هل الشياطين تطلب الصفه الفلانيه؟ ولا قد تطلب الشياطين مثلا، يعني الشيطان قد يقول للخدم حقه هذا ان يطلب الشيء هذا. لاني اكثر ما تحب الشياطين اللون الاسود. اللون الاسود هي اكثر ما تحبه الشياطين. يقول له مثلا راس من الغنم اسود على شعره، ما في بياض، ما في حمار، ما في صفار، يعني اسود، او ديك اسود، او ثور من البقر اسود. هذا اذا شاف رجال مرتاح كذا وش يقدم لهم حاجه